حضرت مثل هذا الدرس سننصرف من هذا المجلس ومن هذا الدرس بأي وجهة وبأي حالة، بعد أن تكلمنا في 3 مجالس على أمهات أمراض القلوب. هل بقي من الكبر شيء لم تعد تكرهه في نفسك؟ نعم، نأخذ وقت إلى أن نجتهد في التخلص منه ونستعين بالله على ذلك. الرياء، الالتفات إلى الناس، الحسد، استثقال رؤية النعمة لدى الخلق، سنعمل على التخلص منها. ستخرج من هذا المجلس وأمامك شغل تتخلص من الكبر بتذكر حالتك ونقصك، تتخلص من الكبر بالأعمال، مبادرة الناس بالسلام، تنظيف البيت، ننظف حمامات المساجد، شغل نشتغل. نتخلص من الكبر، نتخلص من الرياء باستشعار عظمة الحق سبحانه وتعالى حتى لا نطلب المكانة بين الخلق، نكره خاطر الرياء الذي يحصل عندنا، نكثر من ذكر لا إله إلا الله. نتخلص من الحسد بكراهة هذه الصفة مع الاعتراف بها، بالدعاء لمن نرى عندهم النعمة ونشعر من أنفسنا استثقال رؤية النعمة، بالثناء عليهم في غيابهم، بمساعدتهم على الازدياد من الخير الذي هم فيه، بالبحث عن شهود أنوار المنعم سبحانه وتعالى. وهذه الأمراض ال3 وهذه المعاصي ال3 تتفرع عنها معاصي وأمراض كثيرة تصيب القلوب، لأن أمراض القلوب كثيرة والعياذ بالله. لكن الذي يعتني بتطهير قلبه من هذه الأمراض ال3 فجميع ما عداها دونها هو متفرع عنها، كأنك عالجت الأصل. فإذا أقبلت على هذا المعنى ورضيت أن تمر عليك أوقات وأيام وجهود وفكر وبذل للتخلص منها، بدأت أنوار الطهارة تشرق على قلبك. انتقلنا الآن إلى الكلام عن قلب طاهر أو قلب يرتقي في التطهر شيئا فشيء. فإذا وصلنا إلى الحديث عن الطهارة سيكون حديثنا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم عن طهارة الظاهر. كان الكلام عن تطهير الباطن، القلب، عن القاذورات، عن المعاصي، عن الأمراض. بقي تطهير الظاهر الذي لو اجتمع مع الباطن تهيأ الإنسان للسير إلى الله عز وجل. فيا أيها المريد اطلب طهارة باطنك وظاهرك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال طهارة الظاهر والباطن. يا باطن يا ظاهر طهر منا البواطن والظواهر واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نقي قلوبنا من ظلمة الحسد، اللهم ارزق قلوبنا محبة الخير لعبادك، اللهم اجعلنا من أنفع خلقك لخلقك وأقربهم إليك. اللهم إن محبتك لعبدك تزداد بمحبته الخير لخلقك وبذله النفع لهم، فاجعلنا ممن تحبهم ببذل النفع لعبادك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.